ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. هنعمل مع بعض حاجه حلوه وحاجه تحفه قوي وحاجه بسيطه جدا ومش مكلفه. لكن قبل ما اقول نصلي بينا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله نقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده هنجيب 3 صوابع من الموز. هنقطعهم شرايح زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هنجيب طبعا انت لو مش متاح عندك المولتو، مش متاح عندك النايت العادي، مش متاح يعني مش متاح عندك الحاجات ديت، ممكن تعملي بالعيش الكايزر. العيش الكايزر ممكن كمان احنا بنحشي كمان شوكولاته، بنحشي موز، بنحشي تفاح يعني، وبنحشي حلاوه. اي نوع عندك ممكن تعملي بيه. طبعا انت لو مش عندك زي ما انا قلت طبعا المولتو والحاجات ديت، ممكن تعملي بالعيش الكايزر. تمام كده. طبعا زي ما انتم شايفين انا اقطعه شرايح زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده طبعا هنجيب البوله بتاعتنا. انا طبعا هنرص فيها المولتو بتاع اللي احنا قطعناه شرايح. وبعد كده طبعا هنجيب الطبقة الموز اللي احنا قطعناه زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هنجيب الطبقة الثالثة من المولتو. وبعد كده طبعا هنضغط عليه زي ما انت شايفة كده. وبعد كده طبعا هنحط صوص الشوكولاتة بتاعنا. الشوكولاتة دي بقى بتخليها لها طعم تاني، وما شاء الله على طعمها وريحتها. يعني الشوكولاتة دي انا اللي بعملها دايما في البيت، مش بشتريها خالص من بره. يعني حاجة كويسة قوي وحاجة مفيدة جدا جدا وحاجة بسيطة يعني. وكمان انا كنت عاملة فيديو بالشوكولاتة ويا ريت تشوفوه. الشوكولاتة كانت حلوة قوي وممتازة جدا. طبعا ديت بعد ما دخلتها التلاجة لمدة ساعتين او 3 ساعات. وبعد كده طبعا انت طبعا لو عندك شوكولاته بيضه ممكن تعملها بالشوكولاته البيضه، يعني تشيكيها كده بحاجه كده من فوق عشان تخلي لها شكل كده وتخلي لها منظر حلو. يعني بحاجه بسيطه زي ديت فرحت اولادي وكانت جميله جدا وكان طعمها كان جميل تحفه ما شاء الله. واعمليها في بيتك ومش مكلفه خالص ولا اي حاجه زي ما انت شايفه كده. بألف هنا وشوفي يا حبيبتي، ان شاء الله اشوفك في فيديو جديد مع الف سلامه.